السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي تانية ثانوي، بإذن الله تكونوا بخير. جه ميعادنا النهارده إن احنا نبدأ في الدرس اللي قبل الأخير في المنهج اللي هو الجهاز العصبي المركزي. تعالى كده نشوف احنا هنتكلم عن إيه عموما. الجهاز العصبي المركزي يا جماعة اللي هو بيشمل طبعا المخ والحبل الشوكي. هنعرف شوية معلومات كده حلوة عن المخ وشوية معلومات عن الحبل الشوكي ويبقى الدرس خلص. هو مجرد شوية معلومات بس محتاجين إن احنا نفهمها ونعرف معناها إيه ونذاكرها، هيجي لنا شوية أسئلة عليها تبقى الدنيا تمام. فمن الدروس السهلة يعني والبسيطة. تعالى يلا بينا كده ما نضيعش وقت واقول لك هنتكلم عن ايه. احنا طبعا بنتكلم في الدرس دوت وبنفتكر الاول الجهاز العصبي عموما بيتكون من ايه يا عم الجهاز العصبي؟ قال لك الجهاز العصبي عموما بيتكون من حاجتين. اول حاجة الجهاز العصبي المركزي، وتاني حاجة هات لنا بس دي كده الجهاز العصبي الطرفي. يبقى في الجهاز العصبي المركزي وفي الجهاز العصبي الطرفي. طيب الجهاز العصبي المركزي ده كان بيشمل ايه؟ الجهاز العصبي المركزي الاساسي اللي موجود في نص جسمك اللي بيتحكم في كل حاجة كان بيشمل حاجتين اللي هما المخ او بنقول عليها الدماغ، ما بنقولش عليها العقل. المخ او الدماغ دي حاجة ملموسة، حاجة مادية. اما بالنسبة للعقل ده حاجة معنوية، التفكير بتاعك او معدل ذكائك وكده. اما بالنسبة لتاني حاجة موجودة عندنا الحبل الشوكي اللي موجود داخل فقرات العمود الفقري. طيب بالنسبة للجهاز العصبي الطرفي كنا احنا واخدين طبعا ان هو بيشمل الجهاز العصبي السمبثاوي والجهاز العصبي الباراسمبثاوي. فبنحدد اكتر في الدرس ده وبنقول ان هو بيتكون من اعصاب مخية طالعة من المخ اكيد، واعصاب شوكية طالعة من الحبل الشوكي اللي هو موجود داخل فقرات العمود الفقري. ده التركيب عموما بتاع الجهاز العصبي. هنبدأ النهارده بإذن الله وهنتكلم عن شوية معلومات عن المخ. تعالى كده يلا بينا نشوف ايه المعلومات اللي محتاج اعرفها عن المخ او الدماغ. المخ، أول معلومة محتاج أعرفها يا جماعة إن المخ ده يعتبر أكبر عضو موجود في الأعضاء بتاع الجهاز العصبي المركزي، يعني هو أكبر من الحبل الشوكي يعني بمعنى أصح. ليه؟ لأن في وقت الولادة بيوصل الوزن بتاعه لحوالي 350 جرام. أما في الذكر بقى البالغ بيوصل الوزن بتاعه لحوالي 1400 جرام. اشمعنى الذكر يعني؟ لأن الذكر يا جماعة بيبقى عنده هرمونات الذكورة بتساعد في نمو العضلات وبتساعد في نمو الخلايا، فبيكون أزيد شوية من الأنثى. بس ده مش معناه خالص إن هو معدل ذكاء أحسن من الأنثى أو الأنثى أحسن من الذكر، لا ملهاش علاقة، هو مجرد حجم وعدد خلايا زيادة وخلاص. فبيقول لك إن المخ ده يا سيدي يعتبر أول نقطة بالنسبة لنا يعتبر أكبر عضو للجهاز العصبي المركزي. ليه يا عم؟ قال لك لأن بيوصل عند الولادة ل 350 جرام، وده طبعا حاجة كبيرة بالنسبة للطفل اللي هو ممكن يكون 2 كيلو ولا حاجة، 2 كيلو الا ربع كده يعني. وبيوصل كمان في الذكر البالغ لحوالي كيلو ونص، تحديدا ال 1400 جرام. عشان كده بنقول عليه ان هو اكبر عضو موجود. طيب المخ ده بيتحمى فين؟ بيتحمى هنا. هنا دي مين؟ دي اللي هي الجمجمه، فقال لك ان هو موجود جوه الجمجمه عشان تقدر تحميه. فتاني نقطه عندنا عن المخ ان المخ بيوجد داخل علبه عظميه وهي الجمجمه. ليه يا عم؟ لحمايته، عشان يقدر يحمي لك المخ. طيب هل الحمايه بتاعه المخ اللي ربنا مديها عباره عن الجمجمه بس؟ قال لك لا، ده في حمايه كمان اضافيه غير الجمجمه. ايه الحمايه الاضافيه دي يا سيدي؟ قال لك دي نوع من انواع الاغشيه. فقال لك ان بيوجد
أغشية. الأغشية دي تحيط بالمخ. ليه يا عم برضه؟ قال لك لحمايته. وتعرف بإيه الأغشية دي؟ قال لك وتعرف بالأغشية السحائية. إيه بقى الأغشية السحائية اللي موجودة دي؟ قال لك في 3 أنواع من الأغشية السحائية. أول حاجة الأم الجافية. تاني حاجة العنكبوتية. تالت حاجة وتالت مكون في الأغشية اللي موجودة حوالين المخ الأم الحنون. لو جينا نشوف يا جماعة ال3 أغشية دول كده، بص معايا هتلاقي إن الأغشية موجودة أهي. مثلا ده المكان اللي فيه المخ أهو، اللي لازق في المخ مباشرة الأم الحنون. حتى تلاحظ من الاسم جاي من الحنية كده، يعني ده غشاء يبقى حنين طري حوالين المخ عشان ما يضرش بخلايا المخ. واللي موجود في النص دي كده دي العنكبوتية. شبهها طبعا عشان هي شبه شبكة العنكبوت كده متفرعة كتير، بس فيها سائل. السائل ده بيتحمل الصدمات، مش بسهولة ان المخ بتاعك يتضرر لو خدت عليه خبطة يعني. وبعد كده اللي لازقة في العظم، يعني دي عظام الجمجمة اهو، اللي لازقة في العظم على طول دي بقى دي اللي اسمها الأم الجافية، جاية من الجفاء، جاية من القوة يعني. دي اللي تقدر تبقى موجودة أسفل العظام وتتحمل الشدة والقوة بتاعة العظم عادي. فقال لك اهو نرجع لحوارنا تاني، هم 3: الأم الجافية، العنكبوتية، الأم الحنون. بالنسبة للأم الجافية قال لك إن دي تبطن عظام الجمجمة، دي اللي بتبطن الجمجمة من جوه. طب العنكبوتية دي اللي في النص اللي فيها سائل يتحمل الصدمات، فقال لك تتوسطهما، موجودة في النص ما بينهم، وبها سائل وظيفته ايه؟ لتحمل الصدمات. وبعد كده الأم الحنون، ده اللي لازقة في سطح المخ على طول عشان تبقى حنينة عليه وطرية. فقال لك إن الأم الحنون تلتصق بسطح المخ طبعا للحماية. ده بالنسبة للأغشية اللي موجودة حوالين المخ برضه عشان تحميه. طيب إيه كمان محتاج أعرفه عن المخ؟ عايز أعرف يا جماعة إن الأعصاب المخية بتصل إلى 12 زوج من الأعصاب. يعني 24 عصب بيبقوا طالعين طبعا من المخ عشان يتوصلوا بقى بالعين وبالودن وبالأنف وباللسان والكلام ده كله. طيب لو هنتكلم عن التركيب بتاع المخ نفسه، أدا المخ أو الدماغ بيتكون من إيه يا عم المخ أو الدماغ دوت؟ الدماغ تنقسم ل3 أجزاء. أول جزء بنقول عليه الدماغ الأمامي، وتاني جزء موجود عندنا الدماغ الأوسط، وتالت أو آخر جزء من مكونات الدماغ اللي هو الدماغ الخلفي. دول ال3 مكونات اللي بيكونوا لك الدماغ أو المخ. لو جينا نشوف لو في تفاصيل أدق كمان، يعني الدماغ الأمامي دي بتتكون من إيه؟ قال لك الدماغ الأمامي يا جماعة فيها 3 مكونات. إيه ال3 مكونات بقى اللي بيكونوا لك الدماغ الأمامي يا سيدي؟ أول حاجة قشرة المخ. تاني حاجة منطقة اسمها منطقة المهاد. تالت حاجة اسمها منطقة تحت المهاد. دول ال3 مناطق اللي بنقول عليهم دماغ أمامي. الدماغ الأوسط هو جزء صغير كده له بعض الوظائف هنتكلم عنها لوحدها. أما الدماغ الخلفي بيكون برضه من 3 مناطق. إيه ال3 مناطق اللي بيكونوا الدماغ الخلفي؟ أول منطقة يا جماعة اسمها قنطرة فارول. قنطرة فارول. تاني منطقة يا جماعة اسمه النخاع المستطيل. تالت منطقة موجودة عندنا اسمها المخيخ. تعال نشوف المناطق دي كده لأن الرسمة مهمة معانا. نرجع كده للمناطق. أدا مثلا رسمة في المخ، نشوفهم تاني واحدة واحدة. عندك يا سيدي بالنسبة للدماغ الأمامي،
بيتكون اول حاجه من قشره المخ اللي هي بتنقسم لنصين، وهنشوفهم دلوقتي في النموذج بتاع المخ. بيبقى اسمها نصف كرة المخ، نص من النصين. ومنطقة المهاد بتبقى موجودة هنا اهو، نعرف وظيفتها دلوقتي. ومنطقة تحت المهاد تحت منها. وخلي بالك منطقة تحت المهاد دي مهمة عشان بيبقى لازق فيها كده على طول غدة اسمها الغدة النخامية، مش هتذكر معانا في الشرح بس موجودة في الرسم. دي غدة لازقة في منطقة تحت المهاد، لها وظيفة مهمة جدا لأنها سيدة الغدد، بتتحكم في بقية غدد جسمك، يعني من غيرها هتموت من الآخر، أكيد طبعا من غيرها هتموت. ماشي. طيب إيه كمان؟ ده الدماغ الأمامي. الدماغ الأوسط، الدماغ الأوسط موجود في النص بس كده وخلاص أهو، يعني المنطقة دي كده دي الدماغ الأوسط. طب بعد كده الدماغ الخلفي، الدماغ الخلفي بتتكون من إيه؟ قنطرة فالول، قنطرة فالول الحتة اللي هي شبه الكرش دي كده. وبعدين الايه النخاع المستطيل هو اللي تحت منها. والمخيخ بقى ده اللي هتلاقيه شبه ورقه الشجر كده، ده كده المخيخ، في شبه من ورقه الشجر. وهنعرف كل حاجه طبعا وظيفتها ايه. وده النخاع الشوكي او الحبل الشوكي اللي بيبقى داخل بقى في فقرات العمود الايه العمود الفقري. ده بالنسبه للتركيب بتاع المخ، وتركيب مهم معانا لازم نبقى عارفينه طبعا ومطلعين عليه، بيجي لي عليه اسئله. نرجع لحوارنا تاني. قبل ما نكمل حوارنا نشوف كده النموذج. ده يا جماعه نموذج للمخ اهو. ده النموذج بتاع المخ. تمام. المهم ادي المنطقه اللي هي بتاعت الدماغ الامامي. الدماغ الامامي دي بتتكون من ايه يا سيدي تاني؟ نصف كرة المخ اللي هي القشره. وبتتكون من منطقه المهاد وتحت المهاد. لو فتحناهم كده هنلاقي طبعا منطقه المهاد موجوده معانا، ومنطقه تحت المهاد، ولازق فيها تحت هنا الغده الايه؟ الغده النخاميه. طب الدماغ الاوسط موجود في النص ولسه هنتكلم عن تفاصيله بعدين. طب الدماغ الخلفي، الحته اللي واخده شكل الكرش دي قنطره فالول، وبعدين تحت منها النخاع المستطيل، وطبعا هنا المخيخ، وهنا زي ما اتفقنا ده الحبل الايه؟ الحبل الشوكي. دي مكونات الدماغ يا جماعه اللي موجوده معانا. ماشي. تعال نشوف بقى ايه التفاصيل الادق اللي موجوده معانا ووظيفه كل حاجه ايه، ولما نحتاج النموذج تاني هنبقى نجيبه. اللي هنتكلم عنه النهارده باذن الله اللي هو الدماغ الامامي، ده اول جزء هنتكلم عنه. تعال نبدا باول حاجه كده اللي هي قشره المخ. ايه يا سيدي اللي محتاج اعرفه عن قشره المخ؟ ادي قشره المخ. قشره المخ زي ما احنا لسه قايلين ان هي بتتكون من نصين. فاول حاجه محتاج اعرفها عن قشره المخ دي ان هي بتتكون من نصفين. النصفين دول اسمهم نصف كرة المخ. النصين بتاع كرة المخ اللي هو زي ما اتفقنا النص ده والنص ده، فبنقول عليهم نصف كرة المخ. طب ايه كمان؟ قال لك ان بيوجد بينهما شق يعرف بالشق الكبير. في ما بين الاتنين يا جماعة شق كده او شق صغير، الشق ده بنقول عليه شق كبير. شق كبير مش معناه ان هو حته كبيره، لا، مقصود بيه ان هو واخد المخ كله، يعني شايق لك المخ كله ايه لنصين كده. طيب ما هو ما ينفعش الشق ده يبقى شق وخلاص، لازم يكون متوصل ببعضه. لو ما كانش متوصل ببعضه كان زمان النص ده بيشتغل لوحده وده بيشتغل لوحده، بس هما بيشتغلوا مع بعض ايه كمخ واحد يعني. فبيتوصل مع بعض كده عن طريق شويه اعصاب كتير بنقول عليها الياف عصبيه عريضه. فقال لك ان يتصل نصف كرة المخ بواسطة ألياف عصبية عريضة. ألياف عصبية كتير موصلهم لك مع بعض. ماشي يا سيدي، ده ازاي بيتوصلوا مع بعض؟ الشكل بقى، الشكل زي ما انت عارف شكل المخ طبعا ما بيبقاش مستوي، بيبقى فيه شقوق واخاديد، يعني حتت نازله وحتت طالعه كده. فعشان كده بيقول لك ان قشره المخ يوجد بها الكثير من الشقوق والأخاديد. طب ده بالنسبة لشوية معلومات عن قشرة المخ. ايه التكوين بتاعها؟ التكوين بتاع قشرة المخ يا جماعة عبارة عن 5 فصوص. ايه الفصوص بقى اللي موجودة في قشرة المخ؟ تعالى كده نشوف فصوص قشرة
المخ. موجود عندنا 5 فصوص لقشرة المخ اللي هم ايه؟ الفص الاول اللي هو يا جماعة اسمه الفص الجبهي. تاني فص الجداري. تالت فص القفوي. رابع فص الصدغي. خامس فص الجزيرة. تعالى كده نشوف الأماكن سوا. أولا بالنسبة للفص الجبهي، يعني تخيل يا جماعة كده ده المخ مثلا بتاعه، ده الاتجاه بتاعه، فالجبهي دوت موجود في منطقة الجبهة كده أهو. طب وبعدين اطلع فوق سنة كده هنا، اللي هو هنا ده بنسميه الجداري. طيب ناحية ورا، مش ده ناحية قفاك، فبنقول عليه الفص القفوي. طيب ايه كمان اللي موجود في الجنب هنا؟ يبقى بص تاني جبهي جداري قفوي اهو، جبهي جداري قفوي، كده 3 اهو. متبقي فصين. طبعا كل نص فيه كده، يعني كل نص فيه كده. مثلا الفص يعني بص اللي متلف معلش تاني، النص ده فيه جبهي جداري قفوي. طب النص ده نفس الكلام فيه جبهي جداري قفوي برضه، ماشي. طب بالنسبه للفص الرابع، الفص الرابع موجود هنا اهو، يعني دي بنسميها الخد او بنسميها الصدغ، ففوق سنه كده قصاده يبقى الفص الصدغي اللي هو ده، اللي هو ده. طب فص الجزيره بقى، قال لك فص الجزيره ما بيظهرش في الشكل الخارجي. انت عشان تشوف فص الجزيره لازم تعمل قطاع عرضي، يعني بص كده شلنا النص ده، لو جينا عملنا قطاع عرضي كده اهو، قطعنا بالعرض كده، فيبدأ يظهر معاك فص الجزيرة ده. يبقى فص الجزيرة ما بيتشافش من بره، علشان يتشاف لازم يتعمل قطاع عرضي. فص الجزيرة ده كده متداري بفصين. ايه الفصين اللي مدارينه؟ اهم يا سيدي، الجبهي والجداري. الاتنين دول لما شلناهم اهوت قدرت ان انا اشوفه. يبقى فص الجزيرة متداري بالفصين اللي هو الجبهي والجداري، ماشي. طيب ده بالنسبة للأماكن اللي موجودة معانا. خلي النموذج معانا كده جايز نحتاجه. طب بالنسبة للوظائف، بالنسبة للفصل الجبهي، انت لما بتنسى حاجة بتلاقي نفسك عملت ايه؟ ياه نسيت، يا دي افتكر ان الجبهي له علاقة بالذاكرة. يبقى كده الفص الجبهي ايه علاقته يا عم؟ عنده أماكن خاصة بالذاكرة ومراكز للحركات الإرادية، إنك تتحرك يعني بمزاجك، زي إنك تحرك إيدك تحرك رجلك، أي حركات بتعملها بمزاجك. وعنده كمان بعض المراكز الخاصة بالنطق عشان تنطق وأنت صغير وتبدأ تتكلم. طب ده الجبهي. الجداري بقى اللي فوق منه ده وظيفته إيه؟ يبقى الجبهي خلاص. الجداري ده وظيفته إيه؟ وظيفته بس هو اللي بيخليك تحس لما يضغط عليك تتلمس، تحس إنك سقعان، تحس إنك حران كده يعني. فقال لك إن الجداري دوت الإحساس بالضغط واللمس ودرجة الحرارة، سواء تحس بقى انك حران او بردان او الكلام ده. طب الفص القفوي، لو تاخد بالك كده احنا بنقول بالعامية ما تلسعوش على قفاه عشان نظر يا عم، فافتكر كده ان القفا يعني الفص القفوي يبقى مراكز خاصة بحاسة الابصار. فقال لك ان القفا اهو مراكز حاسة الابصار. طب بالنسبة للصدغي، عايزك برضه تفتكر ان الصدغي يعني الصدغة طبعا هو موجود فوق، بس افتكروا بالصدغي ايه اللي قريب من الصدغ هنا؟ ودنك، مناخيرك، بقك. يبقى كده الصدغي عنده مراكز خاصة بالسمع وبالشم وبالتذوق. يبقى اهو الصدغي ده مراكز الشم والسمع والتذوق. طب الجزيرة، لا الجزيرة ملوش عندنا معلومات، بس عايزين نعرف ان الجزيرة ده بيظهر في القطاع العرضي. ليه؟ لأنه مغطى بالجبهي والجداري، الاتنين يا عم بيكونوا مغطيين عليه. دي الفصوص يا جماعة اللي بتكون نصف كرة المخ. يبقى لي كده في الدماغ الأمامي منطقة المهاد ومنطقة تحت المهاد. عايز أعرف وظيفة كل واحد فيهم إيه، ويبقى خلصنا الجزء الأول. طب تعال نشوف كده يا عم منطقة المهاد. هذا المهاد
قال لك ان المهاد ده يا ريس عنده حاجات مهمه قوي، ان هو بينسق وبيظبط السيالات العصبيه اللي بتكون جايه، وراحه لمين بقى؟ راحه مثلا للاذن، راحه مثلا للعين، راحه مثلا للتذوق، الكلام ده. فبينسق شويه السيالات العصبيه ديت. بتعمل ايه بقى منطقه المهاد؟ قال لك ان منطقه المهاد ده يا جماعه تنسق، بتنسق ايه؟ السيالات العصبيه الحسيه القادمه للمخ ما عدا حاسه الشم. منطقه الماده يا جماعه بتنسق، يعني يجي مثلا سيال عصبي فتدرك ان هو تبع الايه، تبع وليكن مثلا حاسه الابصار، فتقوم واخداه كده كانها بتبعته للفص القفوي، تقول له روح للتخصص بتاعك. تيجي حاجه مثلا خاصه بالايه، بالودن مثلا والسمع وكده، فتقوم بعتها للفص الصدغي، تروح للمكان بتاعك. فبتنسق الحسيه كلها باستثناء حاجه واحده بس، الشم. حتى لو تلاحظ يا جماعه لما حد بيغمى عليه بيقول لك ايه، شمموا حاجه، شمموا بصلايه، شمموا برفان. اشمعنى؟ لان حاسه الشم منها للفص الصدغي على طول، فممكن تنشط لك المراكز دي في المخ، فتخلي الشخص اللي هو مغمى عليه يصحى يعني. تمام؟ طب ده بالنسبه لمنطقه المهاد. بالنسبه بقى لمنطقه تحت المهاد، منطقة تحت المهاد دي لها علاقة بإيه؟ قال لك لها علاقة بشوية أفعال انعكاسية خاصة بإن هي تخليك تحس بالجوع، العطش، الشبع، تحس إنك عايز تنام، تظبط لك درجة حرارة جسمك كده يعني. ده الوظيفة بتاعت منطقة تحت المهاد. يبقى منطقة تحت المهاد يا جماعة بيوجد بها أفعال انعكاسية خاصة بالشعور بقى بالجوع والشبع والعطش والنوم، وكمان تنظيم درجة حرارة الجسم بتاعك. ده كده يا جماعة بالنسبة لأول جزء، وقفنا لحد نهاية الدماغ اللي هو الأمامي. بص الجزء ده موجود معانا فين برضه في المذكرة، اللي هو صفحة 36 خلاص، وصفحة 37 طبعا. وخلي بالك من المناطق، يعني مثلا مركز السمع ومركز الشم والتذوق والكلام ده في الفص الايه، الصدري اهو. مراكز البصر في الفص القفوي اهو. والمراكز بتاع الذاكره والحركات الاراديه في ده كده اللي هو الفص الجبهي اهو. والفص الجداري بقى مراكز الاحساس الجلدي والشعور بالحراره والبروده والكلام ده. وده طبعا ايه، الحبل الشوكي اهو. ودي المنطقه بتاعه المخيخ اهو. وده قنطره فاضل. وده النخاع الايه، المستطيل. دي شويه المكونات اللي احنا اتكلمنا عنها، ووقفنا في اول جزء دلوقتي لحد 37 في نهايتها كده، وخدنا بس الدماغ الامامي. يبقى اللي عليه الدور يا جماعه بالنسبه لنا ان احنا هنتكلم عن الدماغ الاوسط. ايه اللي عايز اعرفه عن الدماغ الاوسط؟ عايز اعرف عن الدماغ الاوسط شويه معلومات كده يا جماعه، اللي هي ايه؟ مبدئيا تعال نفتكر سوا مكان الدماغ الاوسط. احنا قلنا ان الدماغ الاوسط موجوده في النص كده، يعني بتتوسط المسافه اللي موجوده ما بين الدماغ الخلفي ومكونات الدماغ الامامي، فتلاقيها موجوده في النص كده، فعشان كده سميناها الدماغ الاوسط. طيب ايه المعلومات اللي محتاج اعرفها عن الدماغ الاوسط؟ خلي النموذج معانا كده عشان لو احتاجناه. قال لك يا جماعه ان الدماغ الاوسط دي مبدئيا، نكبر بس القلم شويه. قال لك ان الدماغ الاوسط دي مبدئيا تتوسط الدماغ الامامي والخلفي، موجوده في النص ما بين الاثنين، ما بين الدماغ الامامي والدماغ الخلفي. وطالما موجوده ما بين الاثنين يا جماعه، يبقى هي تعتبر حلقه الوصل ما بينهم، بتوصل ما بين ده وما بين ده. فقال لك ان الدماغ الاوسط تعتبر حلقه الوصل بينهما، وهي أصغرهم. هي حلقة الوصل ما بين الدماغ الأمامي والدماغ الخلفي، وهي أصغرهم كمان، يعني ده أصغر جزء موجود ما بين الأمامي خلفي أوسط. الأوسط أصغر حاجة موجودة، وده طبيعي. أنت معاك الدماغ الأمامي، بص
كل ده امامي. الدماغ الخلفي كل ده الدماغ الخلفي. الدماغ الاوسط الجزء الصغير اللي اشتغلنا عليه بس، فطبيعي ان هو يكون اصغر حاجه. طيب لو حبينا نعرف يا جماعه هي ايه الوظيفه بتاعه الدماغ الاوسط دي، تعال نشوف كده يا ريس ايه الوظيفه. قال لك ان الدماغ الاوسط ده في مراكز عصبيه مهمه لايه يعني؟ ايه الوظائف اللي بتحصل؟ طبعا غير الوظيفه الاساسيه اللي اتكلمنا عنها ان هي حلقه وصل ما بين الدماغ الامامي والدماغ الاوسط. ايه الوظائف الثانيه اللي هنتكلم عنها بقى؟ قال لك من ضمن الوظائف الثانيه يا جماعه اللي احنا محتاجين نتكلم عنها ان الدماغ الاوسط ده بيوجد به مراكز عصبيه. ليه بقى؟ قال لك ان هو عنده مراكز عصبيه بتعمل شويه وظائف كده. ايه شويه الوظائف دي؟ الوظيفه رقم واحد حفظ التوازن العام للجسم. بيحفظ توازن جسمك العام. مش مقصود بالتوازن العام يا جماعه انك واقف متزن كده، لا، التوازن العام لجسمك من جوه بقى، من نسبه الميه ونسبه الاملاح وضغط الدم والحاجات دي كلها، يعني مخلي جسمك من جوه متزن يعني، فتبقى شخص طبيعي وما عندوش مشكله. طيب ايه كمان؟ قال لك رقم 2 من ضمن الدماغ الاوسط ان عنده مراكز عصبيه للسمع والبصر. عنده حاجات برضه خاصة بالسمع وحاجات بتساعد في حاسة البصر. طب ايه كمان؟ قال لك ان هو عنده مراكز برضه عصبية للأفعال الانعكاسية السمعية. عنده مراكز تقدر تدي رد فعل سريع للسمع، يعني كتشبيه يبقى انت موجود مثلا ففجأة تلاقي صوت فجأة من الناحية دي مثلا، فتلاقيني عملت كده ليه؟ أفعال انعكاسية سمعية، أدركت الصوت ده بسرعة والاتجاه اللي هو جاي منه، فبرضه بتبقى موجودة في الدماغ الأوسط. ده بالنسبة لمعلومات الدماغ الأوسط. طيب ايه اللي بعد كده؟ محتاجين نتكلم بعد كده عن الدماغ الخلفي. طبعا الدماغ الخلفي لو تفتكر كنا احنا قايلين ان الدماغ الخلفي بيتكون من المخيخ وقنطرة فارول والنخاع المستطيل. ايه اللي عايز اعرفه؟ اول حاجة في الدماغ الخلفي هنتكلم عنها اللي هو المخيخ. ايه اللي هنعرفه عام عن المخيخ دوت؟ مبدئيا هنتكلم عن المكان بتاعه، الوصف والوظيفة. فقال لك ان المخيخ ده مبدئيا بيمثل الجزء الخلفي من المخ. يبقى هو بيكون فعلا الجزء الخلفي اهو، دي المنطقة اللي فيها المخيخ، فبيكون الجزء الخلفي. طب ايه كمان؟ قال لك ان المخيخ ده يا اخوانا بيتكون من 3 فصوص جنب بعضهم. 3 فصوص كده بيكونوا لازقين في بعض، ده 1 و2 والتالت موجود ما بينهم. ال3 فصوص دول اللي بيكونوا لك المخيخ. طيب ايه الوظيفة يا عم بتاعة المخيخ؟ تعال نشوف كده الوظيفة. قال لك الوظيفة اهي. الوظيفة واحدة بس. ايه الوظيفة الواحدة بقى اللي موجودة؟ الوظيفة يا سيدي بتاع المخيخ ان هي بتحافظ على اتزان جسمك بقى، انك تبقى واقف شخص متزن كده، ما انتش بتتمطوح مثلا. فقال لك ان الوظيفة بتاعة المخيخ حفظ اتزان الجسم، مش لوحده، بالتعاون مع العضلات والأذن الداخلية. يبقى بيحفظ لك توازن جسمك او الاتزان، انك تبقى واقف شخص متزن، مش التوازن العام اللي كنا واخدينه في الدماغ الاوسط بقى، ده الاتزان انك واقف متزن ما بتتمطوحش كده، بمساعده الاذن الداخليه بتاعك وبمساعده كمان عضلات جسمك اللي بتخليك واقف اصلا متزن بالمنظر ده. طيب ده بالنسبه للمخيخ. ايه كمان موجود في الدماغ الخلفي؟ ده اول مكون خلاص اهو اللي هو المخيخ. ماشي. ايه كمان موجود؟ قال لك ان احنا عند سيادتك كمان في حاجتين، في النخاع المستطيل وفي كمان قنطرة فارول. يبقى النخاع المستطيل وقنطرة فارول.
النخاع المستطيل يا جماعه اللي قلنا، ثواني بس نفكهم من بعض، اللي عامل شبه الكرش كده، ده قنطرة فالول، والنخاع المستطيل اللي موجود تحت منه، يبقى قنطرة فالول هي اللي عاملة شبه الكرش كده، والنخاع المستطيل اللي موجود تحت منهم. الاتنين دول مع بعض بيبقى وظيفتهم ايه؟ تعال نشوف كده يا سيدي، نركب بس النموذج تاني. قال لك ان الوظيفة بتاعت الاتنين دول اللي هما النخاع المستطيل وقنطرة فالول، الاتنين مع بعضهم في وظيفة عامة كده، هما بيبقوا موجودين فبيوصلوا لك ما بين الحبل الشوكي ومكونات المخ نفسها. فقال لك ان يعملان على توصيل السيالات العصبية من ايه يا عم؟ من الحبل الشوكي لأجزاء الدماغ. بيوصلوا بقى السيالات من الحبل الشوكي لأجزاء الدماغ المختلفة. دي الوظيفة العامة بتاعتهم هما الاتنين. بس النخاع المستطيل له وظائف على جنب كده خاصة بيه لوحده. ايه الوظائف اللي خاصة بيه لوحده ديت يا عم؟ قال لك ان بيعمل النخاع المستطيل على، بيعمل على ايه يا عم؟ تواجد عند منه، يعني موجود عنده ايه؟ مراكز حساسة خاصة ب، عنده مراكز حساسة جدا خاصة بثلاث حاجات. ايه الثلاث حاجات دول؟ اول حاجة يا جماعة عنده مراكز حساسة خاصة بالتنفس، فمن غيره هنموت. فقال لك رقم واحد اهو، مراكز حساسة خاصة بايه؟ خاصة بالمراكز التنفسية عندك اللي من غيرها هتموت. طيب ايه كمان موجود عنده؟ قال لك ان هو عنده برضه مراكز حساسة خاصة بالأوعية الدموية، خاصة بقى ان الوعاء الدموي يبقى ماشي فيه الدم وبشكل منتظم عشان يحافظ على ضغط دمك. طب ايه كمان؟ قال لك عنده كمان مراكز خاصة بالبلع والقيء والسعال والعطس. عنده مراكز خاصة انك تقدر تبلع، والقيء اللي هو الترجيع يعني، والسعال اللي هي الكحة، والعطس. دي كلها مراكز موجودة عند النخاع المستطيل. النخاع المستطيل يا جماعة من أهم الحاجات اللي موجودة في جسمك طبعا، لأنه لو اتصاب يا يسبب لك شلل يا ممكن تموت، عشان عنده مراكز تنفسية مش هقدر أعيش من غيرها، مراكز خاصة بالوعي الدموي فمش هقدر أعيش من غير ما الدم يجري في إيه؟ في جسمي يعني، وهكذا. فعشان كده النخاع المستطيل من أهم المكونات اللي موجودة في جسمك. وبكده يا جماعة تبقى خلصت مكونات الدماغ كلها. ننقل بقى للمكون اللي عليه الدور في الجهاز العصبي المركزي، اللي هو مين؟ اللي هو الحبل الشوكي. ايه يا عم الحاجات اللي انا محتاج اعرفها عن الحبل الشوكي اللي هيبقى بادئ من هنا اهو وهيبقى نازل ويكمل بطول فقرات العمود الايه الفقري جواها؟ فتعالى كده نشوف شوية المعلومات اللي محتاج اعرفها عن الحبل الشوكي واحدة واحدة كده، وركز لي في شوية المعلومات دي. قال لك ان الحبل الشوكي ده مبدئيا ان هو موجود بداية من هنا، من عند مين؟ من عند النخاع المستطيل، وبينزل يكمل جوه فقرات العمود الفقري. فقال لك ان الحبل الشوكي بيبدأ من النخاع المستطيل ويمتد بطول فقرات العمود الفقري. تحديدا فين يعني؟ جوه الفقرة. فقال لك ان هو بيوجد داخل القناة الشوكية، او بنقول عليها القناة العصبية. دي عبارة عن قناة، القناة دي بتبقى فاضية عشان يمشي جواها الحبل الايه؟ الحبل الشوكي. طب ايه كمان محتاج اعرفه عن الحبل الشوكي؟ الطول بتاعه مثلا. فقال لك ان الحبل الشوكي ده بيصل طوله إلى 45 سنتي، فبيصل في الشخص البالغ لطول 45 سنتي. 45 سنتي يا جماعة يعني مثلا حتة قد كده، مثلا من تحت كده لحد هنا، اللي هو يعني بمسافة ظهرك عموما، وده رقم متوسط قابل للزيادة والنقصان أكيد عادي يعني. طيب إيه كمان عن الحبل الشوكي؟ قال لك إن الحبل الشوكي ده يا جماعة بيوجد
يوجد به شق يقسمه إلى نصفان. يعني لو انت جبت قطاع كده في الحبل الشوكي، قال لك هتلاقي القطاع عامل كده، في شق هنا كده، كمل كده تلاقي في شق هنا برضه، يبقى في شقان بيقسموه الى نصفين، نص الناحيه دي ونص الناحيه التانيه. طب ايه كمان؟ هل في اغشيه حوالينه عشان تحميه؟ للي مذاكر كويس نفس الاغشيه اللي موجوده حوالين المخ موجوده برضه حوالينه، اللي هم كانوا من بره لجوه، يعني عند العظم كده كانت الام الجافيه العنكبوتيه وكانت الام الحنون، نفس الكلام هنا بالظبط. فقال لك ان الحبل الشوكي ده بيحاط من الخارج إلى الداخل بثلاث أغشية، اللي هم برضو الأغشية السحائية، وهم الأم الجافية اللي ناحية بره اللي بتبطن العظم نفسه عشان تقدر تستحمل، والعنكبوتية. وطبعا العنكبوتية دي عبارة عن سائل عشان تحمل الصدمات، والأم الحنون اللي بيحاوط الحبل الشوكي نفسه علشان يبقى حنين كده على الحبل الشوكي وما يضرش بالحبل الشوكي. طيب لو احنا جينا نقسم بقى الحبل الشوكي هيتقسم ازاي؟ قال لك لو جينا نجيب يا جماعة القطاع بتاعه هتلاقي ان الحبل الشوكي عامل كده، بينقسم لنصين اهو. الجزء اللي ناحية جوه، نجيب بس اللون بتاعه، الجزء اللي ناحية جوه يا جماعة بيبقى واخد شكل حرف اتش كده، بالمنظر ده كده. ده الجزء الداخلي بنقول عليه جزء رمادي، بيكون واخد شكل حرف اتش. يبقى واحدة واحدة كده، قال لك لو احنا عملنا قطاع هتلاقي ان قطاع الحبل الشوكي بيتكون من منطقتين. ايه المنطقتين يا عم؟ قال لك اول منطقة اللي هي المنطقة الداخلية اللي بنتكلم عنها دلوقتي، وتاني منطقة اللي هي المنطقة الخارجية. ايه اللي محتاج اعرفه عن الفرق ما بين المنطقتين دول؟ واحدة واحدة كده. مبدئيا المنطقة الداخلية، المنطقة الداخلية من اسمها من ناحية جوه، فقال لك المنطقة الداخلية دي بتوجد جهة الداخل وتكون رمادية وتأخذ شكل حرف الاتش. يبقى دي المنطقة اللي جوه لونها رمادي وبتاخد شكل حرف اتش. طب ايه القوام بتاعها؟ مكوناتها يعني عبارة عن ايه؟ قال لك ان المنطقة الداخلية دي قوامها تكوينها يعني من جسم الخلية والزوائد الشجيرية وخلايا الغذاء العصبي كمان. يبقى بتتكون من جسم الخليه بالزوائد الشجريه بتاعتها وخلايا الغذاء العصبي، دي المكونات. طب ايه الوظيفه بتاعتها يعني؟ قال لك المنطقه الداخليه ده يا جماعه بيوجد بها الافعال الانعكاسيه، حيث يوجد في الحبل الشوكي الآلاف من الأفعال الانعكاسية. فقال لك إن هي مسؤولة يعني عن رد الفعل المنعكس، اللي هو يا جماعة لو مثلا حاجة بتشوك وأنت حطيت إيدك عليها فجأة كده فبتبعد إيدك بسرعة، ده اسمه رد الفعل المنعكس أو الأفعال الانعكاسية اللي مسؤول عنها الحبل الشوكي، تحديدا المنطقة الداخلية اللي هي المنطقة الرمادية. والنقطة اللي أكدنا عليها اللي هي بتتكون من قرنان ظهريان وقرنان بطنيان. فقال لك أهو تتكون من قرنان ظهريان وقرنان بطنيان، دي المكونات بتاعتهم. طب ده بالنسبة للمنطقة الداخلية. المنطقة الخارجية بقى اللي هتكون ناحية بره، اللي هي المنطقة دي كده، دي اللي بنقول عليها المنطقة البيضاء. فقال لك المنطقة الخارجية دي عبارة عن المنطقة
البيضاء. طب مكوناتها ايه؟ وقوامها من الألياف العصبية. ده التكوين بتاعها، عبارة عن ألياف عصبية. طب إيه الوظيفة بتاعتها؟ بما إنها ألياف عصبية يا جماعة وظيفتها التوصيل، تقدر توصل السيال العصبي بين الحبل الشوكي والمخ، أو العكس يعني شغالة موصلاتية ما بين الاتنين. فقال لك إن المنطقة الخارجية دي بتعمل على توصيل السيالات العصبية. منين؟ من الحبل الشوكي للمخ والعكس. بتقدر يعني ان هي توصل ما بين الاثنين. طب هي لونها ابيض ليه؟ ليه سميناها منطقه بيضاء؟ عشان عندها ماده لونها ابيض. ايوه، ايه الماده اللي لونها ابيض دي؟ اللي هي ماده الميالين. ما هو المحور كان بيحاط بغلاف اسمه الغلاف الميليني، فالغلاف الميليني هو اللي بيدي اللون الابيض. فقال لك ان هي تظهر باللون الابيض لوجود الغمد النخاعي او الميالين. ده بالنسبة للمقارنة ما بين الاتنين. في ملحوظتين صغيرين محتاج أعرفهم ويبقى خلصنا. الملحوظة الأولى إن المنطقة اللي بيكون لونها أبيض يا جماعة دي بتكون مليانة بمادة دهنية اللي هي مين؟ مادة الميالين. الملحوظة الثانية، إحنا عندنا هنا في القطاع بتاع الحبل الشوكي المنطقة الداخلية لونها رمادي، والمنطقة الخارجية هي اللي لونها أبيض. طب القطاع في المخ بقى قال لك لا، لقينا العكس. لقينا لما عملنا القطاع المنطقة اللي جوه هي اللي بيكون لونها أبيض، والمنطقة الخارجية دي بيكون لونها رمادي. بس هي مش واضحة قوي في النموذج اللي قدام منك ده. ده كده يا جماعة بالنسبة لآخر جزئية متبقية عندنا في الجزء بتاع الجهاز العصبي المركزي. يعني احنا كده اتكلمنا عن الصفحة اللي فيها الدماغ الأوسط والمخيخ بقى وقنطرة فارول والنخاع المستطيل، واتكلمنا عن المقارنة ما بين المواد، والمنطقة بقى اللي فيها المنطقة الرمادية والمنطقة البيضاء. وطبعا عندك ملحوظة، الملحوظة دي متكررة خلاص فهتشيلها، هي نفس الملحوظة دي. والملحوظة بتاعت القطاع بتاع المخ عكس القطاع بتاع الحبل الشوكي في الحتة بتاعت المنطقة الرمادية والمنطقة البيضاء. وفي النص طبعا قناة بنسميها القناة المركزية، عشان كده بنقول على الحبل الشوكي ان هو مجوف من الداخل فاضي من جواه، علشان المنطقة بتاعت القناة المركزية اللي موجودة. السؤال الأول بيقول لك ايه؟ بيقول لك في الشكل المقابل ما الأجزاء التي تمثل الجهاز العصبي المركزي؟ طبعا زي ما انت عارف يا جماعة ان الجهاز العصبي المركزي بيشمل مين ومين؟ بيشمل المخ والحبل الشوكي. فكل اللي انا طالبه من سيادتك انك تدور على المخ والحبل الشوكي في الشكل اللي قدامك. فين المخ؟ مرموز له بالرمز ايه؟ طب فين الحبل الشوكي؟ اهو اللي هو اترمز له بالرمز دي. يبقى انا عايز اختيار يكون فيه ايه ودي. اهو يا عم. السؤال التاني بيقول لك ما ترتيب التراكيب من 1 ل3 في النخاع الشوكي من الداخل إلى الخارج؟ هو جايب لي إيه هنا يا إخوانا؟ طبعا رقم 3 دوت اللي ناحية جوه خالص، اللي المفروض اللي هو كان بيبقى حوالين المخ مباشرة كده، يبقى رقم 3 ده الأم الحنون. 2 ده اللي في النص، اللي في النص ما بينهم اللي معمول فيه شبكة، يبقى ده العنكبوتية. طيب 1 ده اللي ناحية بره اللي هو بيبطن العظمة على طول، يبقى ده كده الأم الجافية. هو عايز الترتيب من الداخل للخارج. طب اللي كان ناحية جوه خالص كان مين؟ كان طبعا الأم الحنون، يبقى 3 ثم 2 ثم 1. 3 ثم 2 ثم 1 يبقى الاختيار ده. سؤال 3 بيقول لك في الشكل اللي أمامك ماذا تمثل الفصوص 1 2 3 4 على الترتيب؟ واحدة واحدة كده. قلت لك يا جماعة المكان اللي هتلاقي فيه المخيخ والحبل الشوكي يبقى ده كده الجانب الخلفي، يبقى ده كده الجانب الأمامي، تمام؟ يبقى رقم 1 اللي في الوش ده يبقى الفص الايه؟ الجبهي، يبقى ألف أو ج. شكرا لب، شكرا لد. طيب رقم 2 اللي بيبقى طالع شبه اللسان ده كده، ده كان بيبقى الفص الصدغي اللي موجود هنا قصاد الصدغ، يبقى أنا عايز تاني حاجة الصدغي بس. خلاص ده مش هينفعني، يبقى شكرا لألف، يبقى أكيد الاختيار ج. وطبعا رقم 3 الجداري اللي هو بيجي بعد الفص الجبهي، ورقم 4 اللي في الخلف يبقى الفص القفوي، يبقى الإجابة ج مظبوطة. سؤال 4 أي الفصوص التالية يقع أمام الفص الجداري؟ ما هو الجداري أهو اللي قدامه على طول بيبقى الجبهي، يبقى الجبهي، الإجابة ج. سؤال 5 أي من مالي لا يعد من وظائف القشرة المخية؟ عايز حاجة مش تبع القشرة.
تعلم لغة جديدة، نطق يعني، لا دي تبع القشرة عشان الفص الجبهي كان عنده الذاكرة والنطق والحركات الإرادية، لا دي تبعه. أنا عايز حاجة مش تبعه. الإحساس بالحرارة تبعه برضه عشان الفص الجداري. حفظ اتزان الجسم، دي اللي مش تبعه، لأن حفظ الاتزان بتاع جسمك كان تبع المخيخ، والمخيخ ده كان في الدماغ الخلفي، ما كانش في قشرة المخ ولا في الدماغ الأمامي، يبقى ده اختيار ينفعنا. حركة إصبع الإبهام، إصبع الإبهام إنك تحرك صبعك كده، دي حركات إرادية تبع الجبهة يعني تبع قشرة المخ برضه. سؤال 6. أين توجد مراكز الحركات الإرادية؟ ما هو المراكز بتاعة الحركات الإرادية يا جماعة موجودة في الفص الجبهي، فأنا عايز حاجة بتوصف الفص الجبهي. أسفل الفص القفوي ورا خالص كده، القفا هو تحت منه يعني المخيخ، لا يا عم أنا عايز حاجة بتدل على الجبهي. شكرا. أعلى الفص الصدغي، تعال نجرب كده، الفص الصدغي أهو، أعلى منه فوق منه تنفع، إلا إذا لو لقيت اختيار بيوصف أدق، بس دي تنفعني لحد ما نشوف بقية الاختيارات. ماشي. طب خلف الفص الجداري، تعال نبص كده، الجداري أهو، خلفه أهو، خلفه ده القفوي أصلا مش الجبهي، لا مش هينفع برضه. شكرا لجيم. طيب بين الفصين الجداري والقفوي، ما بين الجداري والقفوي، ادي الجداري اهو وده القفوي اهو، مفيش حد ما بينهم اصلا، لا مش هتنفع برضه. يبقى كده الاختيار اللي ينفعنا اللي هو الاختيار ب. سؤال 7 بيقول لك اصيب شخص في حادث بحاله فقدان للذاكره، اي فصوص المخ التاليه من المرجح ان يكون قد حدث لها الاصابه؟ عنده مشكله اللي هو فقد الذاكره، مين اصلا اللي مسؤول عن الذاكره والكلام ده؟ كان الفص الجبهي. فين الجبهي في الاختيارات اهو. سؤال 8 بما تتصل الغده النخاميه؟ اكدنا عليها في الشرح يا جماعه، قلنا هي مش موجوده في الشرح بس موجوده على الرسمه، هي بتتصل طبعا بمنطقه تحت المهاد، يبقى متصله بمنطقه تحت المهاد، يبقى الاختيار بالنسبه لك الف. سؤال 9 بيقول لك من الشكل المقابل ما المركزان العصبيان المختلفان المتواجدان بنفس الفص بالمخ؟ ده يا عم كده كده القفوي لوحده اهو، وده كده كده الصدغي لوحده، هنا بقى المنطقه دي كده، دي كده الفص الجداري، بس هو جايب لك رقم واحد فيها بس اللي هو الترقيم 2 يعني. اما بقى الاتنين دول كده، دول كده اسمهم الفص الجبهي، الذاكرة والحركات الإرادية، يبقى 3 و4 الاتنين تبع الفص الجبهي، يبقى 3 و4 مظبوط. سؤال 10 من الشكل المقابل، تعال ندرس كده يا جماعة كل مقطع عشان نقدر نجاوب. واحد دي اللي ناحية ورا يبقى ده الفص القفوي، 2 ده الحبل الشوكي، 3 اللي فوق الحبل الشوكي النخاع المستطيل، 4 ده مشاور فين؟ على اللي شبه ورقة الشجر ده، يبقى ده كده المخيخ. 5 مشاور اللي عنده كرش ده، اللي عنده كرش كان قنطرة فارول. 6 مشاور على اللي مدلدلة لتحت دي، اللي مدلدلة لتحت دي الغدة النخامية. 7 مشاور لك على اللي لازق فيها الغدة النخامية اللي هي منطقة تحت المهاد، تحت المهاد. أما 8 اللي فوق منها على طول يبقى دي منطقة المهاد. 9 اللي موجودة في النص يبقى الدماغ الأوسط. 10 مشاور لي على قشرة المخ يعني عموما، يبقى 10 دي قشرة المخ. تعال نشوف بقى هو عايز واحدة واحدة. بيقول لك في السؤال الأول ما التركيب الذي يتأثر عمله بشدة عند تناول المشروبات الكحولية؟ يعني الناس اللي بتبقى سكرانة، بتلاقي يا جماعة الناس اللي سكرانة دي ماشية بتمطوح كده، مش قادر يمشي، يبقى عنده مشكلة في الاتزان بتاعه، ما هوش ماشي عدل كده زينا، مشكلة في الاتزان يبقى أكيد في المخيخ. فين المخيخ؟ أهو يا عم مترقم 4، يبقى الإجابة 4. طب ما التركيب الذي يؤدي إصابته إلى فقد حاسة البصر؟ مين اللي مسؤول عن حاسة البصر؟ الفص القفوي. فين القفوي؟ أهو مترقم 1، يبقى الإجابة 1. سؤال 3 ما التركيب الذي يتم عن طريقه تنسيق الأفعال الانعكاسية السمعية؟ مين يا جماعة اللي ظهر عنده اللفظ بتاع الأفعال الانعكاسية السمعية دي؟ ظهرت معاك مرتين، ظهرت معاك الأفعال الانعكاسية السمعية في الدماغ الأوسط، وظهرت معاك كمان الأفعال الانعكاسية كلها عموما ما عدا الشم في المنطقة بتاعت منطقة إيه؟ افتكر كده الوظائف،
في منطقه المهاد مظبوط. يبقى انا عايز حاجه من الاثنين او اختيار يكون في الاثنين، مهاد ودماغ اوسط. فين المهاد؟ منطقه المهاد اللي مترقمه 8. فين الدماغ الاوسط؟ اللي مترقمه 9. تعال نبص على الاختيارات، مفيش في الاختيارات 8 اصلا، يبقى هو جايبها لك عشان 9 اللي هو الدماغ الاوسط. سؤال 4، ما التركيب الذي يمثل مركز النوم وتنظيم درجة حرارة الجسم؟ كان مذكور عندنا في حد كده ان هو بيخليك تحس بالجوع، الشبع، العطش، النوم، تنظيم درجة حرارة جسمك. الخمسة دول اتذكروا عند مين؟ عند منطقة تحت المهاد مظبوط. فأنا عايز منطقة تحت المهاد اللي هي مترقمة 7، يبقى الإجابة 7. سؤال 5، بيقول لك ما التركيب المسؤول عن تلقي المنبهات الحسية من جميع أطراف الجسم؟ طبعا يا جماعه في ناس هتستعجل اول ما يشوف ايه منبهات حسيه، اكيد يا مستر وش اللي كان بيعمل كده كانت منطقه المهاد، يبقى اختار رقم 8 اللي هي دي. هقول لك مش مظبوطه، لان 8 اللي هي منطقه المهاد كانت بتنسق السيالات، بتنسقها بس مش بتتلقى المنبهات ولا بتستقبلها، هي مجرد تنسيق مش اكتر، اللفظ يفرق. فطالما استقبال او تلقي المنبهات يبقى ده كده النصفان الكروان عموما، يعني قشرة المخ كلها، سواء بقى فص قفوي مع جداري مع جبهي مع صدغي وهكذا، يبقى كلهم عموما، يبقى الإجابة د. سؤال 11، أي الثنائيات التالية لا تعتبر أو لا تعبر بشكل صحيح عن الجزء المرقم والوظيفة التي يقوم بها؟ تعال نجرب. ألف، واحد بينظم درجة حرارة الجسم، واحد دي منطقة تحت المهاد، لا الكلام ده صح فعلا، منطقة تحت المهاد من ضمن وظائفها تنظيم درجة حرارة الجسم، ده صح. أنا عايز حاجة لا تعب، يعني عايز حاجة غلط. 2 حركة العضلات، 2 قنطرة فارول، لا ما كانش بيحرك العضلات، ده هو بس كان بينقل السيالات العصبية ما بين المخ والحبل الشوكي. 3 حفظ توازن الجسم، أيوه المخيخ بيحفظ توازن الجسم فعلا. 4 تنظيم الفعل المنعكس، أيوة الأفعال الانعكاسية موجودة في الحبل الشوكي مظبوط، وبيوجد الآلاف من الأقواس الانعكاسية، يبقى برضه دي مظبوطة. أنا عايز حاجة غلط، يبقى الإجابة ب. سؤال 12، بيقول لك أي مما يلي يتسبب في إدراك السيالات العصبية القادمة من أعضاء الحس على أنها رؤية، سمع، شم، ألم، ضغط، حرارة؟ مين اللي بيقدر ينسق كل ده؟ ما تستعجلش وتقول لي الجداري بقى، لأنه حاطط لك معاك الرؤية، كانتش تبع الجداري، ده كانت تبع الفص الايه؟ القفوي. السمع والشم احنا كده تبع الفص الصدغي. الألم، الضغط انت كده تبع الفص الجداري. الرائحة الفص الصدغي، ده انت جايب لي كله. يبقى سرعة نقل السيالات العصبية، المراكز العصبية المختلفة لاستقبال السيالات العصبية تنفع ان كل واحد متخصص في حاجة، القفوي متخصص مثلا في الرؤية، الصدغي متخصص مثلا في السمع والشم والتذوق كده يعني، فبه تنفع. توقيت وصول السيال ولا عدد الخلايا العصبية الناقلة، كل ده مش هيأثر يا جماعة، اما التخصصية هي اللي هتأثر، كل واحد له شغل معين بيقوم بيه. سؤال 13، أي الإشارات التالية تصل مباشرة إلى قشرة الدماغ دون المرور عبر المهاد؟ احنا قلنا يا جماعة إن منطقة المهاد كانت بتنسق كل السيالات العصبية ما عدا الشم، ما عدا الشم. لون، طعم، برودة، رائحة، أيوة ما هي الرائحة تبع الشم. أي مكونات الدماغ التالية يرتبط عملها بالقدرة على الرؤية؟ القدرة على الرؤية، مين اللي له علاقة بالرؤية؟ المفروض اللي له علاقة بالرؤية يا جماعة كان مين؟ كان الفص القفوي. طيب هل هو جايب لي حاجة هنا بتدل على الفص القفوي؟ لا. طب ممكن حد تاني له علاقة بالأفعال الانعكاسية السمعية والبصرية؟ اتذكرت الجزئية دي في الدماغ الأوسط، يبقى هو جايب لي السؤال ده عشان الدماغ الأوسط. ما هو خلي بالك يا أخوانا، في وظائف هتلاقيها اتذكرت في مكانين، لازم تبقى مذاكرها كويس عشان تقدر تفرق بالشكل ده. فانا فكرت قلت الكفر مش موجود، حد تاني اتذكر فيه حته البصر والرؤيه والكلام ده، الدماغ الاوسط لقيتها، يبقى الموضوع سهل لو انت مذاكر الجزئيه كويس. سؤال 15، اي اجزاء المخ مسؤوله عن تنسيق السيالات العصبيه السمعيه الوارده لقشره المخ؟ بينسق السيالات، بينسق السيالات، اللي كان بينسق طبعا كانت منطقه المهاد. سؤال 16، أي جزء من الأجزاء العصبية التالية يقوم بترجمة مؤثر الضوء إلى نبضات عصبية؟ ضوء يعني رؤية وبصر والكلام ده. هل عندي حد بيدل على الفص القفوي؟ نصف كرات المخ، لأن كل نص طبعا كان بيبقى فيه الفص القفوي.
أي المناطق التالية ترسل الإشارات المسببة للرغبة في الأكل عندما تفرغ المعدة من الطعام. ما الجوع يا عم، جوع وشبع وعطش والكلام ده اتذكرت عندنا في منطقة تحت المهاد. فين تحت المهاد؟ أهي. سؤال 18. ما الجزء الذي لا يتأثر عند تعرض شخص لموجات صوتية عالية أثناء حضور محاضرة علمية؟ القشرة المخية هتتأثر عشان الفص الصدغي اللي عنده السمعية، يبقى مش هختار. المخيخ له علاقة غير مباشرة بعيدة شوية علشان الدماغ يعني الأذن الداخلية، صح؟ كانت بتأثر في الاتزان، كانت بتساعد المخيخ يعني، بس المخيخ نفسه مش هيتأثر. اتزان الجسم ممكن يتأثر عادي، يبقى ده اللي هختاره، دي اللي مش هتتأثر. كمل كده معايا. منطقة المهاد، ما هي كانت بتنسق السيالات العصبية كلها ما عدا الشم، فالصوت هيعدي عليها يا جماعة فممكن يضرها. طب الدماغ الاوسط بينسق الافعال الانعكاسيه زي السمعيه والبصريه، فبرضه لا مش هينفع اختاره. سؤال 19. ما جزء الدماغ الذي يعمل كجسر بين الحبل الشوكي واجزاء الدماغ المختلفه؟ اللي كان بيوصل ما بين الاثنين يا جماعه كان قنطره فارول والنخاع المستطيل. في حاجه من دول هنا؟ في قنطره فارول. اين تقع قنطره فارول؟ عايز اوصفها بس. ادي مثلا المكان بتاع قنطره فارول، نجيب لك اي رسمه كده نفتكر سوا. ادي المكان، نمسح دول كده اهو. ادي يا سيدي المكان بتاع قنطره فارول. تمام. عايز اوصفها، تعال نجرب سوا اختيار ما نستعجلش. خلف المخيخ واسفل النخاع المستطيل. لا طبعا ده هي فوق النخاع المستطيل اهو، والمفروض ان هي امام المخيخ. ما ده يا جماعه الاتجاه الخلفي، يبقى كده امامها مش خلفها. لا كده الف مش نافع خالص. طب نجرب ب. امام المخيخ لسه قايلين ان هي صح. اعلى النخاع المستطيل لسه برضه قايلين ان هي صح، يبقى الاختيار ب بالنسبه لنا. بص تاني للي اتلخفن. امام المخيخ اعلى النخاع المستطيل ايوه موجوده فوق النخاع المستطيل، يبقى الاختيار ب مظبوط. السؤال رقم 21. ما نتيجة حدوث تلف للجزء المشار إليه في الشكل؟ هو مشار لي على إيه؟ مشار لي على المخيخ أهو. يبقى هيبوظ التوازن بتاع جسمك بقى، يبقى اختلال توازن الجسم اللي هو عكس الوظيفة بتاعه. 22 بيقول لك أين توجد مراكز الوظائف العليا للمخ؟ بص يا إخوانا، المراكز العليا ما قالكش حاجات من غيرها هتموت، ما قالكش حاجات حيويه، يقول لك المراكز العليا. يعني ايه المراكز العليا؟ يعني الحاجات الرئيسيه اللي بتحصل، اللي هو يقصد بيها الحواس بتاعك، يقصد بيها الحواس بتاعك. طالما مراكز عليا حواس يعني الفصوص، عايز حاجه بتدل على الفصوص يبقى النصفين الكرويين. 23 بيقول لك اي ممالي لا يعد شبه بين المخ والحبل الشوكي؟ لا يعد شبه يبقى انا عايز اختلاف. يحمي كل منهما انسجه عظميه، ده فعلا شبه. المخ كان بيتم حمايته عن طريق الجمجمه، حبل الشوكي كان بيتم حمايته عن طريق فقرات العمود الفقري. طب يحاط كل منهما بنفس الاغشيه السحائيه؟ ايوه، كل واحد فيهم محاط بالام الحنون، العنكبوتيه، الام الجافيه. طب يحتوي كل منهما على قرون ظهريه وبطنيه؟ امسك هنا، اللي كان عنده الكلام ده كان الحبل الشوكي، اما المخ لا، يبقى ده الاختلاف. طب يقسم كل منهما الى منطقتين؟ ايوه، كنا بنقسم المخ لنصفين كرويين، وكنا بنقسم الحبل الشوكي برضه الى نصفين متماثلين عشان الشقين اللي موجودين جواه لما كان بيبقى عامل كده لو فاكر، كان بيبقى الشق قسمه النصين كده بالشكل ده. 24 بيقول لك الشكل المقابل يوضح النخاع الشوكي داخل القناه العصبيه للفقره العظميه. اي الاغشيه التاليه تبطن التركيب ايه من الداخل؟ التركيب ايه يا جماعه؟ ده الجزء ده كده والجزء ده كمان، ده كده العظم بتاع فقره العمود الفقري. اللي بيبطن الفقرات كانت ايه بقى؟ كانت الام الجافيه عشان تقدر تستحمل الجموديه بتاعه الفقره او بتاعه العظام يعني، يبقى الام الجافيه. طب اي الاغشيه التاليه يحب التركيب بيه؟ مين بيه؟ بيه الحبل الشوكي اللي حوالينه، او سواء اللي حوالين المخ لازم يكون حنين عشان ما يضرش بيه، يبقى الام الحنون، يبقى الاختيار الف. 25 شكل المقابل يوضح السطح السفلي للمخ. اي فصوص المخ التاليه لا تظهر بالشكل؟ عايز حاجه مش ظاهره، مش ظاهره، وجايبها لك من اسفل. بص اللي بيبقوا طالعين شبه اللسان كده، شبه اللسان كده اهو، ده الفص الصدغي. واللي طالع قدام ايه شبه قلطك كده، ده الفص الجبهي.
تمام؟ هو عايز اللي مش ظاهر بالشكل، مش ظاهر، يبقى اي اختيار فيه جبهه يلا تعالى نستبعده. اهو شكرا، اهو شكرا. اي اختيار فيه صدر يلا تعالى نستبعده. اهو شكرا، الاختيار جه. بس خلاص. سؤال 26. عند وقوع حادث لشخص فقد خلاله الإحساس في رجله اليمنى، امسك. فقد الإحساس يبقى كده عنده مشكلة في الجداري، لأن هو اللي كان يعني متعلق بقصة الإحساس، ولكنه قادر على تحريكها، يعني كده معناه إن الحركات الإرادية تمام، يعني الجبهي تمام. أي الفصوص التالية تتوقع أن يكون قد حدث لها التلف؟ تلف في الإحساس يبقى الجداري. فين الجداري؟ أهو. 27 بيقول لك أي من مالي يمكننا من رؤية فص الجزيرة. اتفقنا قلتها لك في النموذج إنك عشان تشوف فص الجزيرة لازم تعمل قطاع عرضي في المخ، يبقى القطاع العرضي لقشرة المخ. سؤال 28 بيقول لك أي من مالي يتعاون معا للتكيف مع التغير في درجة حرارة الوسط المحيط بالجسم. بص يا سيدي، لو فاكر الحته بتاعت درجه الحراره دي اتذكرت امتى؟ اتذكرت في الفصل الجداري لما قلنا بيحس بالحراره والبروده والضغط واللمس، واتذكرت كمان في منطقه تحت المهاد لما قلنا ان هو بيحس بالجوع، شبع، عطش، نوم، تنظيم درجه حراره الجسم. يبقى انا عايز الجداري ومنطقه تحت المهاد. فين بقى هما؟ اهم. 29 بيقول لك ما نتيجة إصابة النخاع المستطيل بصدمة بالغة، صدمة بالغة، والنخاع المستطيل أصلا عنده حاجات مهمة زي التنفس وزي الأوعية الدموية والكلام ده، يبقى سيادتك هتموت خلاص، يبقى حدوث وفاة. هو أنت مش قلت يا مستر إنه ممكن حدوث شلل وخلاص يعني؟ ايوه يا جماعه، بقول لك صدمه بالغه، يعني حصل مشكله كبيره في النخاع المستطيل يبقى الشخص هيموت. الكلام ده بقى لو كان حصل مثلا ايه، صدمه بسيطه ممكن تعمل اثار جانبيه زي الشلل مثلا في النخاع المستطيل لا قدر الله، فيضر لك بالايه، بحاجه في الجسم مثلا في الرجول، في الايد، ايا كان. انما صدمه بالغه يبقى في مشكله عندك في التنفس، يبقى اكيد مت. في مشكله عندك في الاوعيه الدمويه مش عارفه تنقل الدم، يبقى انت اكيد مت بعد الشر يعني. سؤال 30. تعرض شخص الحادث أصيب فيه بشلل في يده اليمنى، شلل، ولكنه لم يفقد الإحساس فيها. ثواني كده، في شلل يعني مش قادر يحرك ايده، احنا بنتكلم عن الفصوص هنا بقى، مش قادر يحرك ايده، مش قادر يحرك ايده، يعني في مشكلة في الحركات الإرادية. طالما في مشكلة في الحركات الإرادية يبقى في مشكلة في الفص الجبهي، ولكنه لم يفقد الإحساس يبقى الجداري تمام وزي الفل. أي الفصوص تتوقع أن يكون قد حدث لها التلف؟ يبقى طبعا ده الفص الإيه؟ الجبهي عشان الحركات الإرادية. أسئلة المقال رقم 1 بيقول لك تتوقف عملية حماية المخ على عدة أنسجة مختلفة، فسر ذلك. هقول له الأنسجة اللي بتحميه، هقول له رقم 1 الجمجمة وهي نسيج عظمي، رقم 2 الأغشية السحائية وهي أنسجة ضمة وتشمل الأم الحنون والأم الجافية والعنكبوتية. 2 ما الفرق بين الفص الجبهي والقفوي للمخ؟ أقول له الأماكن، الجبهي في المقدم، القفوي في المؤخر أو في الخلف أو ناحية الخلف. طب الجبهي يحتوي على مراكز الذاكرة والنطق والحركات الإرادية. طيب القفوي مراكز حساسة متعلقة بحاسة الإبصار. طب 3 ماذا يحدث في حالة تخدير منطقة تحت المهاد في المخ؟ الغي الوظيفة بتاعتها. هي ايه وظيفة منطقة تحت المهاد؟ الشعور بالجوع، الشبع، العطش، تنظيم درجة حرارة الجسم والنوم. الغي ده بقى، يبقى عدم الشعور بالجوع او الشبع او العطش او النوم او عدم تنظيم درجة حرارة الجسم. سؤال 4 بيقول لك قارن بين الدماغ الأمامي والخلفي من حيث التركيب والوظيفة. بالنسبة للدماغ الأمامي هقول له تتكون من منطقة القشرة والمهاد وتحت المهاد. الدماغ الخلفي تتكون من المخيخ، قنطرة فارل، النخاع المستطيل. من حيث الوظيفة بقى يا جماعة عايزك تقول الوظيفة دي كلها والوظيفة دي كلها. يعني هقول له مثلا الدماغ الأمامي، هقعد أحكي له كله بقى، هقعد أقول له القشرة تحتوي على 5 فصوص، أذكر له ال5 فصوص وكل واحد بوظيفته. منطقة المهاد كذا ومنطقة تحت المهاد كذا. وبعدين اقول له الدماغ الخلفي، اقول له وظيفه المخيخ، واقول له وظيفه قنطره فوق النخاع المستطيل المشتركه، واقول له وظيفه كمان النخاع المستطيل اللي لوحدها. سؤال 5 انسب ما يلي من وظائف الى الجزء المسؤول عن تنظيمها. الكلام ان انا انطق والكلام ده، يبقى الفص الجبهي عنده النطق. التخطيط لمشروع، ما هو انت يا جماعه عشان تخطط لمشروع لازم يبقى انت فاكر وعندك معلومات دي يبقى الذاكره دلوقتي يبقى اكيد برضه الفص الجبهي.
لازم يبقى عندي ذاكره للمشروع دوت وفاهم الدنيا فيها ايه عشان اقدر اعمل مشروع، يبقى الذاكره يعني. طيب الشعور بالالم، الشعور بالالم عشان اشعر بالالم دوت كان تبع الجداري لما كنا بنقول الضغط، لمس، الم، درجه الحراره والكلام ده، يبقى ده كده تبع الجداري. ميكانيكا التنفس طبعا كانت تبع النخاع المستطيل. تمييز الموسيقى، السمع يعني، او تمييز الروائح، الشم، يبقى انت تبع الفص الصدغي لان كان عنده سمع، شم، تذوق، يبقى الاثنين دول كده سواء 4 او 5 الاثنين تبع الصدغي. حركة الدم داخل الشرايين، حركة الدم داخل الأوعية الدموية، يبقى برضه تبع النخاع المستطيل، يبقى النخاع المستطيل 6 وكمان 7. قارن بين النخاع الشوكي والنخاع المستطيل من حيث المكان والوظيفة. مكان النخاع الشوكي والنخاع المستطيل، النخاع الشوكي يمتد داخل فقرات العمود الفقري. النخاع المستطيل يوجد، ممكن توصف له على حسب ما انت عايز بقى، ممكن تقول له ايه، يقع امام المخيخ واسفل قنطرة فالر، او ممكن تقول له يقع اعلى الحبل الشوكي. طب من حيث الوظيفة، النخاع الشوكي طبعا يقوم بنقل السيالات العصبية من المخ إلى جميع أجزاء الجسم والعكس، ويحدث به الأفعال المنعكسة. طب بالنسبة للنخاع المستطيل، قول له وظيفتين يا عم من الوظائف، التحكم في ميكانيكا التنفس، تنظيم مرور الدم داخل الأوعية الدموية، والشعور اللي هو بقى بالإيه؟ بالقيء، السعال، العطس، البلع كده يعني. من الشكل المقابل، ما الفرق ما بين التركيب 1 والتركيب 2؟ 1 قلنا يا جماعة الرفيع ده يبقى ده القرن الظهري، ودي المنطقة الرمادية. 2 مشاور على المنطقة اللي بره اللي هي المنطقة البيضاء. عايز فرق ما بينهم، هقول له ان 1 المنطقة الرمادية تتكون من جسم الخلية، الزائد الشجرية وخلايا الغذاء العصبي، وتحتوي على الآلاف من الأقواس الانعكاسية حيث تقوم برد الفعل المنعكس. 2 المنطقة البيضاء تحتوي على الألياف العصبية وتقوم بنقل السيالات العصبية من وإلى المخ والحبل الشوكي، أو من وإلى المخ يعني عموما لأن بنتكلم هنا عن الحبل الشوكي. علل مركز الافعال المنعكسه هو النخاع الشوكي وليست المراكز العليا بالنصفين الكرويين، يعني النخاع الشوكي هو اللي بيعمل الافعال المنعكسه مش المراكز العليا اللي هي الفصوص يعني. هقول له لان النخاع الشوكي يحتوي في المنطقه الرماديه على الالاف من الاقواس الانعكاسيه، لذلك هو المسؤول عن الافعال المنعكسه. ده بالنسبه يا جماعه لشويه الحل اللي هو الدرس كامل عن الدرس السابع يعني اللي هو بتاع الجهاز العصبي المركزي. يلا بينا يا جماعه نحل الاسئله بتاع مذكره بره المنهج. السؤال اللي عليه الدور 151 بيقول لك اي مما يلي يمثل النسبه بين وزن المخ عند الولاده، اللي انت عارف ان هو عند الولاده بيكون 350 جرام، تمام، الى يا سيدي وزنه عند البلوغ، وزنه عند البلوغ المتوسط اللي موجود عندنا 1400. فابدا بس اختصر لابسط صوره. لما سيادتك هتشيل هنا صفر مع صفر يبقى لك 35 من هنا الى هنا 140 اللي متبقي. طيب اختصر ايه كمان؟ اختصر على السبعه، 35 على السبعه فيها الخمسه، وال 140 على السبعه 14 على السبعه فيها الاثنين وده الصفر، يبقى 5 الى 20. اقسم على الخمسه بقى، على الخمسه دي فيها الواحد الى 20 على الخمسه فيها الاربعه، فتطلع النسبه بتاعتي 1 الى 4، يبقى الاختيار الصح بالنسبه لنا هو ج. 152 بيقول لك ايه في 152؟ بيقول لك اي من فصوص المخ التاليه ليس له دور في التحكم في أي من حواس الجسم الخمسة. طبعا يا جماعة احنا عارفين ان حواس الجسم الخمسة، واللي مش عارف تعال نأكد عليهم تاني. حاسة الإبصار طبعا ده الرؤية، ده أول حاسة. السمع ده تاني حاسة بالنسبة لنا. الشم تالت حاسة. الحاسة رقم 4 يا جماعة مش النطق، التذوق، دي الحاسة رقم 4. الحاسة رقم 5 الإحساس الجلدي بقى واللمس والكلام ده. دول الخمسة اللي موجودين. هو عايز حد ملوش علاقة بدول. الجداري لا، له علاقة بالإحساس الجلدي. القفوي له علاقة بحاسة الإبصار. الصدغي له علاقة بحاسة التذوق والشم والسمع كمان. لا يا عم، يبقى أكيد الجبهي. الجبهة يا جماعة ما عندوش تبع أي حاسة فيهم، هو له علاقة بالذاكرة والنطق والحركات الإرادية. الثلاثة دول مش أي من الحواس الخمسة. 153 بيقول لك تتوقف حياة الفرد على عمل الدماغ الخلفي للمخ. ما مدى صحة العبارة مع التفسير؟ ما هو يا اخوانا الدماغ الخلفي دي كانت عبارة عن ايه؟ كانت عبارة عن المخيخ، قنطرة فالور، والنخاع المستطيل. هل بقى
تتوقف حياتك على حاجه من دول يعني او الثلاثه؟ اه يا عم طبعا، لان النخاع المستطيل كان عنده حاجات مهمه قوي خاصه بالتنفس والاوعيه الدمويه. يبقى هقول له صحيحه. مع التفسير بتاعك هقول له ايه بقى؟ لان النخاع المستطيل من ضمن مكونات الدماغ الخلفي هو المسؤول عن مراكز خاصه بالتنفس وحركه الاوعيه الدمويه. دول اهم الحاجات. اما بقى البلع والقيء والسعال والعطس مش هتتوقف حياتي عليهم يعني لو فضلت اعطس شويه او ما عطستش مش هموت، فاهمني؟ يبقى طبعا بالنسبه لي القصه بتاعت النخاع المستطيل. 154 بيقول لك في الشكل المقابل اي العبارات الاتيه هي الاكثر دقه. هو جايب لي هنا المخ اهو. فص الجزيره غير ظاهر لتغطيته بالفصين الجبهي والجداري. هو فعلا مش ظاهر، واحنا عارفين انه متغطي بالجبهي والجداري، وشفنا في النموذج بتاعنا ازاي نقدر نشوفه يعني. دقيقه الجمله دي، ماشي. الفص الصدغي مختفي تماما. لا يا ريس، ما هو الفص الصدغي بيبقى موجود معانا وطالع ناحيه قدام، فهو مش مختفي تماما ولا حاجه. يعني انت لو جيت تبص هتلاقي مثلا المنطقه بتاعه الفص الايه؟ الجبهي، جداري، قفوي. فص الصدغي الاجزاء الصغيره اللي ظاهره هنا، سيبك طبعا من الحته بتاعه الغده النخاميه، الحته اللي ظاهره هنا برضه تعتبر تبع الفص الصدغي. لا مش مختفي تماما، بيبقى ظاهر عادي، مش هتنفع دي. يسهل تحديد مراكز الاحساس الجلدي. مش سهله. مش سهله ليه؟ لان احنا عارفين ان المنطقه دي كده الفص الجداري، مين فيهم احساس جلدي؟ مش قادر احدد. يبقى لا مش سهل يا عم بالنسبه لي، مش هينفع دي. فصوص المخ كلها واضحه تماما. لا مش واضحه تماما، الصدغ اصلا مش واضح قوي، ده حته منه اللي واضحه، والجزيره ما هوش واضح اصلا. يبقى برضه الجمله دي مش دقيقه. يبقى نرجع للاكثر دقه بالنسبه لنا، يبقى ألف. 155 بيقول لك إذا علمت أن كل نصف كروي بيحتوي على مراكز عصبية تسيطر على الأعضاء في النصف المقابل له. يعني إيه الكلام ده؟ يعني النصف الأيمن بيسيطر على الحاجات الشمال، يعني بيسيطر مثلا على إيدك الشمال ورجلك الشمال. والنصف الأيسر بيسيطر على حاجاتك اليمين، يعني بيسيطر على إيدك اليمين ورجلك اليمين. تمام كده؟ ده معنى الجملة الأولانية. فأي من مالي تعد إصابته سببا لحدوث شلل في عضلات الذراع الأيمن. ثانية، طالما في مشكله شلل اهو في عضلات الذراع الايمن، يعني انت مش قادر تحرك عضلات دراعك اليمين، يبقى اكيد عندك مشكله في الحركات الاراديه بتاعه الفص الايسر، لان احنا قلنا بالعكس بقى. يبقى انا عندي مشكله في الحته بتاعه الحركات الاراديه في الفص الايسر. اللي عنده الحركات الاراديه الفص الجبهي، يبقى انا عندي مشكله في الجبهي الايسر، الفص الجبهي الايسر بس. مفيش اي اختيار تاني ينفع، يبقى اكيد الاختيار ب. بس كمل كده عشان نقتنع. وعدم الاحساس في اليد اليسرى. طالما مش حاسس في ايده الشمال يبقى عنده مشكله في النصف الايمن من المخ. احساس جداري، يبقى في مشكله في النصف الايمن تحديدا الجداري الايمن. بص كده اهو. يبقى الاختيار الصح بالنسبه لنا هو ب. 156 بيقول لك اي مما ياتي يعد اكثر مناطق الجهاز العصبي احتواء على مواد دهنيه. ده سؤال طبعا ملحوظه عندنا ان المواد الدهنيه بتكون موجوده في الماده البيضاء علشان الميالين اللي هو ماده دهنيه، يبقى الماده البيضاء. 157 بيقول لك الشكل المقابل يوضح قطعا باحد تراكيب الجهاز العصبي، استنتج من دراستك اسم هذا التركيب ومما يتكون. الشكل ده يا جماعه لو جالي بيدل على المخيخ يبقى اسمه المخيخ، ومما يتكون 3 فصوص. فين ال3 فصوص؟ ده يا جماعه بنسميه الفص الامامي، الجزئيه دي كده بنسميها الفص الخلفي، الحته دي كده والمنطقه دي كده بنسميها العقيده اللي هو الفص الثالث يعني. فدول ال3 فصوص اللي موجودين معانا. طيب يتعاون هذا التركيب مع غيره من اعضاء الجسم للقيام باحدى الوظائف الهامه في الجسم. ما هذه الاعضاء؟ احنا طبعا كنا واخدين في وظيفه المخيخ ان هو بيعمل على حفظ توازن الجسم بالتعاون مع عضلات الجسم والاذن الداخليه. هو عايز ما هذه الاعضاء؟ يبقى الاذن الداخليه وعضلات الجسم. وما الوظيفه المشتركه بينهما؟ حفظ توازن الجسم. 158 بيقول لك اكتر مناطق احتواء على مواد دهنيه بالنخاع الشوكي. طبعا سؤال متكرر، تبقى الماده البيضاء زي ما لسه مجاوبينها. 159 بيقول لك للفص الجبهي دورا في التحكم فيه. الفص الجبهي ده كان عنده الذاكره، نطق، حركات اراديه. عايز حاجه منهم؟ السمع تبعهم لا، اللمس لا، النطق التذوق لا. السائل الذي يحمل المخ من الصدمات يتخلل التركيب المعبر عنه بالحرف ايه؟ انه حرف؟ ما يا جماعه السائل اللي كان بيحمل المخ من الصدمات كان موجود في الغشاء الوسطاني اللي هو العنكبوتيه. حلو؟ تعال نشوف المعطيات. هنا ده النسيج العظمي، يبقى اللي تحت منه على طول س دي الام الجافيه. ماشي. اللي بعد منها العنكبوتيه اللي انا محتاجها،
يبقى اكيد الاختيار بالنسبه لنا خلاص صاد. بس نكمل، اللي تحت العنكبوتيه يبقى الام الحنون. ايه ده؟ امال مين لام؟ ده يا جماعه الحته بتاعه المخ نفسها، يعني دي حتت من المخ نفسها اللي بيكون لازق فيها مباشره الام الحنون. هو عايز مني اللي فيه السائل، يبقى العنكبوتيه يبقى صاد زي ما اتفقنا. 161 بيقول لك توجد مراكز الاحساس الجلدي بالجزء المعبر عنه بالحرف نقط. ما يا جماعه الاحساس الجلدي احنا عارفين ان هو موجود في الجداري، متبقي لي بس اتعرف على الشكل عشان اعرف فين الجداري. طبعا س بالنسبه لنا اللي بيكون طالع شبه اللسان ده الفص الصدغي. صاد ناحيه وراه القفوي. عين ده اللي انا عايزه، ده الجداري. لام اللي في الوش ده الجبهي. احنا عايزين طبعا اللي فيه الاحساس الجلدي، يعني الجداري اهو معبر عنه بالحرف عين، يبقى الاجابه ج. 162 بيقول لك عندما يصاب الانسان فقدان في الذاكره فان الجزء الذي تاثر يعبر عنه بالحرف. مين يا جماعه اللي كان مسؤول عن الذاكره؟ فص الجبهي اللي كان عندها ذاكره، نطق، حركات اراديه. يبقى في مشكله في الجبهي. متبقي لي برضه اعرف فين الجبهي. بص، المكان اللي بيكون فيه المخيخ ورا كده يبقى ده الجانب الخلفي، يبقى لام كده ده القفوي. لا يا عم انا عرفت ان انا بدور على الجبهي. عين كده اللي فوق منه ده الجداري، برضه لا انا عايز الجبهي. صاد ده برضه بيدل لك على ايه بقى؟ الجداري ولا الجبهه يا مستر؟ بص كده، بص، س ده الحته اللي تحت اهو، يبقى س دي اكيد الفص الصدغي. يبقى واضح معاك اظن ان المنطقه دي كلها كده، دي كده بتدل على الجبهي، وانا عايز الجبهي، يبقى اذا الاجابه صاد اهو. 163 بيقول لك التركيب الذي يشير الى الغده النخاميه معبرا عنه بالحرف ايه؟ قلت لك واحنا بنشرح يا جماعه ان النقطه دي ممكن اتسال فيها عادي بس مش موجوده في الشرح، احنا جبناها من الرسمه. طبعا الغده النخاميه كانت بتبقى متصله بمنطقه تحت المهاد، بس هو مش عايز متصله بمين، هو عايز الغده النخاميه نفسها اللي بتبقى مدلدله لتحت اهي. يبقى الاجابه بالنسبه لي صاد. طبعا ده كده المخيخ، وهنا مشاور لي مثلا هنا في النص بالظبط يبقى ده الدماغ الاوسط، وده مشاور لي فوق، يعني مش اللي لازقه فيها الغده النخاميه، فوق منها شويه، يبقى دي كده منطقه المهاد مش تحت المهاد، بس انا عايز بالنسبه لي الغده النخاميه يبقى صاد. طب التركيب الذي له دور في الحفاظ على توازن الجسم يعبر عنه بالحرف ايه؟ من نفس الرسمه طبعا، التوازن تبع المخيخ يبقى لا. 165 تعال نجيب المعطيات كده واحده واحده. بقول لك بالنسبه لسين، هو سين يا جماعه ما شاورليش فوق عند قنطره فالف، هو مشاور لي تحت سنه، يبقى الاقرب كده بالنسبه لنا النخاع المستطيل، يبقى دي النخاع المستطيل. طيب بالنسبه لصاد، صاد انت مشاور لي على اللي في النص بالظبط، يبقى دي كده الدماغ الاوسط، الدماغ الاوسط. طب بالنسبه لعين انت مشاور فين يا ريس؟ عين ولام، عين اللي تحت سنه، لام اللي فوق منيها، يبقى لام اللي فوق منيها دي منطقه المهاد، ويبقى عين تحت المهاد، يبقى لام المهاد واللي تحت منها اللي هي عين تحت المهاد. انا كده يا عم عرفت المعطيات بالظبط. انت عايز ايه؟ عايز اللي بيتحكم في النوم. ما هو كان يا جماعه التحكم في الجوع، شبع، عطش، نوم، تنظيم درجه حراره الجسم، دي كانت منطقه تحت المهاد، فانا عايز المعطى بتاع تحت المهاد، عين اهو، يبقى الاجابه دي. 166 بيقول لك يستطيع الانسان التحكم في الكلام عن طريق، تعال برضه نشوف المعطيات هنا. احنا بالنسبه لنا واضح جدا صاد ناحيه ورا يبقى ده الفص القفوي، تمام. طيب وبالنسبه لسين اللي فوق منه شويه يبقى ده الفص الجداري، ده برضه واضح. وبالنسبه لواو ده في الوش يبقى ده الفص الجبهي، برضه ده واضح. بالنسبه له يعني دي اللي فوق سنه اهو، يبقى يقصد دي منطقه المهاد نفسها. بالنسبه للام بقى، لام ده يا جماعه ومش متوضحه قوي، بس من مجريات السؤال هتفهم ان هو قصده على منطقه تحت المهاد، فالمفروض كان شاور لي جوه شويتين كده لحد هنا، فعدلها معاك بقى عشان تبقى لام تحت المهاد. وبالنسبه للعين نفس المبدا اللي لسه قايلينه فوق، هو مش مشاور لي على المنطقه اللي فيها الكرش دي، هو المفروض تبقى الاشاره تحت سنه، فشاور برضه انت عليها وعدلها عشان يبقى السؤال صح بالنسبه لك. تحت سنه دي يبقى هو عايز النخاع المستطيل. وباكد تاني مجريات السؤال اللي هتوضح الكلام ده معايا. بقول لك يستطيع الانسان التحكم في الكلام عن طريق، ما يا جماعه النطق يبقى الفص الجبهي، فين الفص الجبهي؟ واو، يبقى الاجابه ده لا.
طب يتحكم الجسم في المراكز التنفسيه عن طريق مراكز تنفسيه كانت موجوده في النخاع المستطيل. عرفت ليه بقى؟ قلت لك ان دي نخاع مستطيل مش قنطره فاضل، يبقى دي اكيد نخاع مستطيل، يبقى الاجابه عين اهي. طيب تنظم حركه الدم داخل الشريان عن طريق تركيب نقط. ما هو برضه يا جماعه التركيب اللي كان بينظم حركه الدم داخل الاوعيه الدمويه كان النخاع المستطيل، يبقى نفس الاجابه اللي هي عين. 169 جزء المسؤول عن قدرة الإنسان على استرجاع معلومة معينة استرجاع المعلومات عن الذاكرة، يعني الجبهي، يعني واو، يبقى الإجابة واو. ده بالنسبة لشوية أسئلة طبعا مرتبطة بالجزئية بتاعة الرسمة اللي فوق. 170 تعال نشوف المعطيات كده يا جماعة. لو أنت ركزت هتلاقيه مشاور لك في س على الحتة اللي بره، يبقى المادة البيضاء. طيب بالنسبة لعين وبالنسبة لصاد الاتنين مشاور على اللي جوه اللي هي المنطقة الرمادية، بس الفرق ما بينهم ان صاد رفيعه شويه، عين مش على الحته التخينه. قلت لك افتكر انت لو طلع لك كرش هيطلع لك كرش في بطنك مش في ظهرك، يبقى المنطقه اللي شبه الكرش كده الكبيره يبقى ديت الجذر البطني، يبقى عين البطن. يبقى صاد ده الجزء الظهري او الجذر الظهري. حلو، عايز مني ايه يا ريس؟ بقول لك توجد صاد وعين في الطبقه نقط. صاد وعين اللي هو البطني والظهري بيبقوا جوه في حرف الاتش، يعني الطبقه الرماديه، يبقى الاجابه ج او د. التي قوامها من نقط. ما هو الماده الرماديه يا جماعه كانت عباره عن ايه؟ جسم الخليه بزوائدها الشجيريه وخلايا الغذاء العصبي. عايز حاجه في دول. الياف عصبيه؟ لا، الالياف العصبيه تبع الماده البيضاء، يعني مش هينفع اجيب. اما هنا جسم الخليه، يبقى الاجابه ده المظبوط. طب 171 مرتبط بنفس الشكل. تحتوي الطبقه س على خلايا موصله للسيالات العصبيه. س الماده البيضاء عندها خلايا موصله، فعلا عندها الالياف العصبيه الموصله. بتوصل بقى من الجهاز العصبي المركزي الى اجزاء الجسم، ومن اجزاء الجسم للجهاز العصبي المركزي. دي كانت وظيفتها، كانت بتوصل من والى الجهاز العصبي المركزي رايح جاي، لان زي ما درسنا بعد كده عرفنا ان هي اصلا عباره عن اعصاب مختلطه، يعني بتعمل الاثنين عادي مفيش مشكله. يبقى العبارتان صحيحتان، يبقى الاجابه الف. 172 بيقول لك يختلف موضع تواجد الماده البيضاء والماده الرماديه بين الحبل الشوكي والمخ. مدى صحه العباره السابقه مع التعليل. دي ملحوظه عندنا يا جماعه، طبعا العباره صحيحه، لان في الحبل الشوكي المنطقه الرماديه تكون جهه الداخل والبيضاء جهه الخارج، اما في المخ يكون العكس. 173 بيقول لك توجد منطقه بالمخ تعمل كحلقه وصل بين الحبل الشوكي والقشره المخيه اثناء نقل معظم السيالات العصبيه الحسيه. في ضوء ما ذكر حدد تلك المنطقه. خلي بالك هو قال لك معظم السيالات العصبيه الحسيه، دي الحته يا جماعه اللي قلنا فيها ايه؟ ان هي بتنظم معظم السيالات العصبيه الحسيه، او بتنظم السيالات العصبيه الحسيه ما عدا الشم. مين المنطقه اللي كانت بتعمل كده بقى؟ افتكر كده معايا، دي طبعا كانت منطقه ايه؟ منطقه المهاد، هي اللي كانت بتنظم السيالات العصبيه ما عدا الشم. يبقى حدد تلك المنطقه المهاد، بس هو مش عايز زياده عن كده. حددناها الخلايا العصبية التي تدخل إلى الجزء المعبر عنه بالحرف س. ما هو الجزء المعبر عنه بالحرف س يا جماعة دي المنطقة الرفيعة مش التخينة. التخينة ده الجذر البطني، رفيعة الجذر الظهري. اللي بيدخل للجذر الظهري طبعا الألياف العصبية الحسية، هو عايز نوعها بس، يبقى الألياف العصبية الحسية. 175 بيقول لك حدد التراكيب العظميه التي تعمل على حمايه الجهاز العصبي المركزي. ما هو انت عندك الجهاز العصبي المركزي دوت حاجتين اللي هما المخ والحبل الشوكي. هو عايز التراكيب العظميه اللي بتحميه، يبقى هقول له يتم حمايه المخ بواسطه الجمجمه، ويتم حمايه الحبل الشوكي بواسطه فقرات العمود الفقري. ده يا جماعه بالنسبه لاسئله مذكره بره المنهج. راجع اي حاجه انت عايزها في الفيديو، عيدها تاني لو في اي مشكله، واجهت مشكله وانت عدتها مره واتنين ومش فاهم الدنيا، او في مشكله عندك في اي نقطه، تواصل معانا باذن الله قبل او بعد حصتك اللي عليها الدور، نظبط لك الجزئيه دي بحيث ان الدرس يكون معاك زي الفل باذن الله، ما تواجهش فيه اي مشاكل. نشوفكم بقى كده على خير في فيديو جديد. سلام عليكم.